اهلا بكم في فرونت اندز وفي فيديو جديد على الفرونت اند رود ماب لسنه 2025. طبعا قبل ما ابدا الرود ماب احب اعرفكم بنفسي لان دي اول مره تشوفوني فيها. انا اسمي بنوب عادل، شغال كفرونت اند ديفلوبر في شركه اسمها كافينا موجوده في روما بايطاليا. ودي طبعا قناتنا اللي على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، تابعونا على الاثنين لان برضه صفحه الفيسبوك هتلاقوا فيها محتوى كويس يعتبر شرحنا بالكامل HTML و CSS. وفي الفترة الجاية دي كمان هنزل محتوى كويس على اليوتيوب على الجافا سكريبت وعلى المستوى الانترميديت ال HTML وال CSS. قبل ما ابدا شرح في الرود ماب حابب اوضح ان الويب ديفلوبمنت بيتقسم لثلاث حاجات اساسيه. هو الفرونت اند وده تعتبر اللي يبقى الجزء المسؤول عن شكل الموقع وازاي اليوزر بيتعامل مع الموقع بتاعنا، وجزء الباك اند وده الجزء اللي بيبقى في السيرفر سايد اللي هو الجزء اللي اليوزر الطبيعي ما بيشوفوش، وده طبعا بيكون عباره عن الكوميونيكيشن مع الداتابيز والاوبتمايزيشن وكل جزء اللي بيخص الداتابيز والتواصل معاه. واخر حاجه هو الفول ستاك، وطبعا الفول ستاك هو الشخص اللي بيعرف يعمل جزء الفرونت اند وهو اللي بيعرف يعمل جزء الباك اند. طبعا احنا هنا في الرود ماب دي بنتكلم على الفرونت اند، فبالتالي احنا هنشرح فيها رود ماب الفرونت اند. قبل ما ابدا شرح في الرود ماب، في سؤال بيتسال كتير في موضوع الفرونت اند والباك اند والفول ستاك، هو اني ابدا كفول ستاك على طول ولا ابدا بفرونت اند او باك اند وبعد كده اطور من نفسي. لان طبعا معظم الناس بيخافوا ان الشركات بتكون طالبه فول ستاك، فبالتالي بيبقوا عايزين يدرسوا كل حاجه. انا رايي ان طبعا اي شخص لسه هيبدا او لسه بادئ يكون يختار حاجه معينه، يا اما الفرونت اند يا اما الباك اند. وبعد فتره مثلا، بعد طبعا مش بنتكلم على فتره بسيطه، احنا هنا بنتكلم على فتره كبيره شويه، تكون انت خلاص تعمقت في التكنولوجيز اللي انت درستها. زي مثلا لو انت كفرونت اند تكون عرفت كويس ايه التكنولوجيز الاساسيه وتكون درستها كويس وتعرف تعمل بيها معظم الحاجات اللي انت عايز تعملها، ساعتها ممكن تتوسع وانك تدرس حاجه تاني. فرايي هو خش فرونت اند او باك اند، بعدها ممكن مش اقل من سنه او سنتين تقدر تشوف الجزء الثاني وتقدر تبدا دراسه فيه وتبدا ان شاء الله تحترف الاثنين وتكون فول ستاك ساعتها. طبعا اول حاجه هنعملها في الرود ماب هي ان احنا نشرح ايه الاساسيات. طبعا اساس الفرونت اند احنا بنتكلم على ثلاث لغات اساسيه وهما ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. نبدا بال HTML. طبعا HTML هي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجوج. طبعا وده طبعا زي ما الناس كتير بتتخانق مع بعضها، ال HTML مش لغه برمجه. ال HTML هي زي ما بيقولوا لغه توصيف، او هي اللغه اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر نظهر في الصفحه النصوص، نقدر نظهر بيها صوره او فيديو. فبالتالي هي اللغه اللي تكون بنكتب بيها النصوص اللي بتظهر على الموقع. طبعا ال HTML هي حاجه اساسيه ما حدش يستهين بيها عشان يعمل شغل برمجه، لا هي حاجه اساسيه في الفرونت اند، ولازم تكون عارف تعمل كويس الاستراكشر بتاعت الصفحه بتاعتك. زي مثلا الاليمنتس والتاج، لازم تكون فاهم يعني ايه اليمنتس، لازم تكون عارف يعني ايه تاجز، لازم تكون عارف يعني ايه فورمز، ازاي تعمل فاليديشن للفورم، ازاي تخلي اليوزر يدخل انبوت معين وتبعته للباك اند وهكذا. السيمانتك اتش تي ام ال ده جزء مهم جدا، انك ازاي تستخدم التاكس مظبوطه، زي الهيدر، زي السكشن، زي الفوتر، علشان خاطر تقدر تعمل موقع اللي هو يكون فيه السي اوبتمايزيشن، يعني اللي هو يكون لما محرك البحث يقدر يخش على موقعك يقدر يكون عارف الموقع بتاعك بيتكلم عن ايه. وطبعا اخر حاجه هي الاكسسبيليتي بيست براكتس، لازم تكون الموقع بتاعك يكون اكسسبل علشان خاطر ده بيسمح لان الناس اللي عندها اعاقه او الناس اللي ما بتقدرش تستخدم الموقع بتاعنا بالطريقه الاعتياديه ان هم يقدروا يفهموا الموقع بتاعك بيتكلم عن ايه ويقدروا يستخدموا الموقع بالظبط زيهم زي الناس العاديه. تاني حاجه هنتكلم عنها هي ال CSS، وهي اختصار لكاسكيدنج ستايل شيتس، ودي طبعا اللي بنستخدمها احنا لان لما بنستخدم عناصر HTML العاديه بيكون ليهم ستايل افتراضي. الستايل الافتراضي ده ما بيكونش اللي هو الحلو اللي احنا عايزين نعمله في المواقع اللي يعتبر المودرن اللي هي موجوده حاليا. فبالتالي بنستخدم ال CSS علشان خاطر نغير الستايل الافتراضي للعناصر ال HTML ونخلي شكلها يكون احلى ويكون شكلها مودرن ماشي مع الديزاين الحديث اللي موجود في المواقع الحاليه. اهم حاجات لازم تعرفها في السي اس اس هي السلكتورز اند بروبرتيز، ازاي تعرف تجيب عنصر من اتش تي ام ال وتطبق عليه ستايل معين. طبعا برضو حاجه ثانيه هي البوكس موديل. البوكس موديل هو انك تكون فاهم السايز او قياس العنصر بتاعك مقاسها مظبوط ولا لا. طبعا لازم تكون عارف ايه هو البوردر، ايه هو المارجن، ايه هو البادنج، عشان خاطر تدي قياسات مظبوطه للعنصر بتاع الاتش تي ام ال.
تالت حاجه المفروض نعرفها هو الفليكس بوكس اند جريد، ودي اعتبر الحاجه اللي شبه هتستخدمها يوميا عشان خاطر طبعا ان احنا نعمل لاي اوت للصفحه بتاعتنا وازاي نقسم عناصر ال HTML. واخر حاجه طبعا هو الريسبونسيف ديزاين، ودي حاجه مهمه جدا لان حاليا دلوقتي مواقع لازم تكون ريسبونسيف مستجابه مع كل الاجهزه، لان موقعنا مش بس بنستخدمه من الكمبيوتر لكن نقدر كمان نفتحه من الموبايل ونقدر نفتحه من التابلت، فبالتالي لازم نكون ضامنين ان المحتوى او لاي اوت صفحتنا هيكون شغال مع كل القياسات المختلفه بتاعت الاجهزه اللي هتستخدم موقعنا. هنخش على الجافا سكريبت. طبعا الجافا سكريبت هي لغه البرمجه الاساسيه للفرونت اند، فتكون هي اصعب حاجه لانها تكون هي اول لغه برمجه نتعلمها في الفرونت اند. ودي طبعا اهم حاجه فيها ان احنا نكون عارفين يعني ايه فاريبل، يعني ايه ازاي نحط حاجه في الرام، وطبعا الداتا تايبس اللي احنا نعرف الفرق بين السترنج والفرق بين النمبر، نعرف يعني ايه اوبجكت، نعرف يعني ايه اري. الحاجات دي كلها مهمه ان احنا نعرفها. تاني حاجه مهمه في الجافا سكريبت هي الفانكشنز اند كنترول ستراكشرز. طبعا لازم نكون عارفين يعني ايه فانكشن، لازم نكون عارفين يعني ايه اكسكيوت الفانكشن، ازاي نقدر نشغل الفانكشن وامتى، لازم نعرف ان يعني ايه لوب، واخيرا يعني ايه كونديشن. تالت حاجه مهمه هي الدوم مانيبيوليشن والايفنت هاندلنج. الدوم مانيبيوليشن يعني ازاي اقدر اجيب عنصر من HTML واعدل عليه، او اعدل على الستايل بتاعه، او اعدل على الكونتنت، وازاي اغيره. مثلا عندي كونديشن معينه ازاي اقدر اظهر حاجه لليوزر او اخفيها. والايفنت هاندلنج اللي هو يعني ازاي طبعا لما اليوزر يعمل سكرول معين او اليوزر يدوس على زرار معين اعمل اكسكيوت الفانكشن واعمل فانكشن معينه. اخر حاجه طبعا وهي مهمه جدا في جافا سكريبت وهي البروميسز. طبعا البروميسز مهمه ان انا اخلي جافا سكريبت تستنى يحصل حاجه معينه. مثال بسيط ان انا اروح اكلم الباك اند اطلب مثلا منه داتا من عن طريق الاي بي اي من الداتابيس، وطبعا لازم اخلي جافا سكريبت تستنى لغايه لما يحصل حاجه زي كده والمعلومات ترجع لي، بعد كده اقدر اعمل اكسكيوت لفانكشن معينه بعدها. ده اللي هو يخص اساسيات الفرونت اند. طبعا دلوقتي هنتكلم على حاجه مهمه اسمها الفيرجن كنترول والجيت. طبعا الجيت ليه فوائد كتيره. كبدايه طبعا هو مهم جدا لان كل المشاريع اللي انت بتعملها لازم تكون موجوده على الجيت، اللي هو مثلا في حالتنا بتكون مثلا جيت هاب مثلا لو انت لسه بادئ. اولا بيكون ده كبورتفوليو ليك، لازم تكون عندك بورتفوليو لما مثلا تيجي تبعت السي في اتش ار او اي حاجه، لازم يكون عندك مشاريع على الجيت. هو ساعتها يقدر يخش يشوف على جيت هاب، يقدر يخش يشوف ايه المشاريع اللي انت كاتبها، ازاي انت كاتب كود، يقدر يشوف معرفتك عن طريق الموقع ده. فده طبعا اساسي كبدايه. بعد كده طبعا لما انت بتيجي بقى تشتغل مثلا على مشاريع كبيره، طبعا بيكون مهم ان هو بيعمل تراك في التشينجز، في التعديلات اللي انت بتعملها في الكود. بالتالي مثلا لو انت عدلت على حاجه غلط ممكن ترجع تاني للجزء الصح، او طبعا لو انت عملت تعديل في حته معينه تكون عارف هو فين التعديل ده. طبعا بيساعد ان احنا نشتغل في اكتر من شخص، يعني ممكن نشتغل اكتر من شخص على نفس المشروع عن طريق الجيت مثلا. وتالت حاجه هو البرانشنج والميرجنج، اللي هو مثلا انا شغال على فيتشر معينه، صاحبي شغال على فيتشر معينه، بعد كده ما بنخلص خالص احنا الاثنين بنعمل لهم ميرج وبنحطهم في برودكشن لما الاثنين بيكونوا جاهزين. فده تعتبر حاجه مهمه جدا. يفضل ان يعني انا بنصح انك تتعلم ازاي تستخدم الجيت والجيت هاب على طول بعد ما تتعلم ال HTML وال CSS، عشان خاطر طبعا اول ما انت بتتعلم HTML وال CSS والجافا سكريبت تكون عملت بيهم مشروع 2 او 3. يفضل دايما انك المشاريع دي كلها ما ترميهاش عندك في الكمبيوتر، لان كده محدش عارف انت عملت ايه. يفضل ان انت تحطها على الجيت هاب عشان خاطر تعلي من البورتفوليو بتاعك، وبالتالي تكون انت عامل شغل. وبالذات كمان لما بعد كده تعمل مشاريع تانية، اهم حاجه في المشاريع التانية لما تيجي تعملها اول لما تعمل مشروع ترفعه على طول على الجيت هاب، علشان خاطر يكون عندك على طول وانت تكون عامل له تراك وعارف قد ايه شغلك عامل ازاي. وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها لما اتش ار تيجي تكلمه او حد عايز يشوف شغلك مثلا حتى على اب وورك او فريلانس او اي حاجه، تقدر تبعت له لينك الجيت هاب بتاعك مثلا، وهو يقدر يشوف مشاريعك، يقدر يشوف انت عملت ايه وبتعرف تعمل ايه. فدي حاجه مهمه انا بنصح انك تتعلم على طول بعد الفاونديشنز. بعد كده نخش في الستايلنج اللي هو السي اس اس فريم وركس والبري بروسيسورز. طبعا احنا عندنا بنتكلم الاول على الفريم وركس. طبعا احنا عندنا 2 فريم وركس دلوقتي حاليا مشهورين ومستخدمين جدا في معظم الشركات، وهو البوتستراب والتيلويند. طبعا الفريم وركس اولا هم بيساعدوا ان هو يكسب وقت كبير في الديفلوبمنت، لان هم بيدوا له حاجات تعتبر شبه جاهزه، هو بياخدها بيستخدمها وبيعمل بيها
الاليمنتس بتاعته بدل ما يبدا يعمل كل حاجه من الاول خالص من السي اس اس. طبعا هم اختياريين، طبعا يفضل انك تكون عارفهم لان معظم الشركات ما بتشتغلش بالسي اس اس بس، لا بيشتغلوا يا اما ممكن ببوتس راب او تيل ويند او اي فريم ورك تانيين. طبعا في مليون فريم ورك مش بس هم دول اكتر حاجتين مستخدمين حاليا من شركات خاصه تيل ويند. فبالتالي انا بنصح انك تتعلم واحد من الاثنين. طبعا هم فيهم اختلاف بسيط ما بين بوتستراب وتيل ويند. بوتستراب هو عباره عن ان هو بيديك كلاسات معينه او كلاسز معينه تحطها على طول عندك في الكود. الكلاس دي بتكون عباره عن فيها اكتر من ستايل تقدر تطبقه على طول. مثلا محتاج تعمل اكورديون، محتاج تعمل عندك بوتون ولا حاجه، بتكتب مثلا كلاس اسمه بوتون وهو بيعمل لك بيديك الستايل الكامل بتاع البوتون. انما تيل ويند بيكون عنده حاجه اسمها اليوتيليتي فيرست كلاسز، اللي هو يعتبر هو بس بيديك كلاس معين بيكون عنده حاجه معينه. مثال بسيط، عايز اعمل اطبق مارجن عندي اللي هو مثلا ام واكتب مثلا ام 4 ام 3 بعدين بي 2 بي 3 على طول. طبعا استخدام بوتس راب او تيل ويند بيعتمد اكتر على شغلك. مثال بسيط، لو انا مثلا باك اند وعايز اعمل حاجه في الفرونت اند، انا بنصح انك تستخدم بوتس راب. ليه؟ لان بوتس راب بيديك الستايل جاهز. لكن مثال بسيط، لكن في معظم الشركات دلوقتي الكلاينتس لما بيجي يطلبوا مثلا مشاريع بيكونوا طالبين مشاريع بستايل معين بكاستم ستايل. ما ينفعش ان انا استخدم مثلا بوتس راب في لان بوتس راب الستايلز بتاعته معينه. طبعا ينفع اعدل عليها بس طبعا تعديلها هيبقى رخم، يبقى انا كده ما استفدتش بحاجه من بوتس راب. فطبعا انا في الحوار ده بنصح طبعا باستخدام تيل ويند، لان تيل ويند بيديك الحريه انك تعمل الكلاس اللي انت عايزه، الكومبوننت اللي انت عايزه، بيديك الحريه انك تعمل كل حاجه. طبعا بيكون اصعب بسيط يعني اصعب شويه صغيرين من بوتس راب، لان بوتس راب بيديك كلاس جاهز انك تستخدمه. لكن بتيل ويند كانك بتكتب سي اس اس بس بتستخدمه كانه كلاسز على طول انلاين. يعني طبعا مش الستايل انلاين بس بتكتبه على طول في الكلاس على طول عندك في الاتش تي ام ال. فبالتالي بيخليك توفر وقت كبير انك تفكر في اسم الكلاس وبعد كده تعمل فلها في السي اس اس وبعد كده تكتب في السي اس اس الحاجات دي كلها. فطبعا انا بفضل تيل ويند. بعد الفريم وركس هنتكلم على البري بروسيسورز، ودي طبعا حاجات مهمه بنستخدمها. مش بنستخدمها دايما في المشاريع اللي ممكن الصغيره، هي بتفيد اكتر في المشاريع الكبيره، لان المشاريع الكبيره بيكون عندنا سي اس اس رهيب وعندنا سي اس اس كبير وممكن نحتاج نكتب فانكشنز للسي اس اس تكون بتعمل حاجه معينه او نخلي السي اس اس عموما شبه دايناميك. فبالتالي نستخدم البري بروسيسور. احنا طبعا هنا عندنا حاجتين اهم حاجتين مستخدمين كبري بروسيسورز للسي اس اس، هو الساس والليس. طبعا انا بفضل الساس لان الساس هو اكتر حاجه مشهوره في الشركات على الاقل اللي انا شغلت فيها، وكمان هو مستخدم كتير حاليا وليه كوميونتي كبيره. دلوقتي هنتكلم على الجافا سكريبت فريم وركس، ودي تعتبر حاجه مهمه جدا بالنسبه للشركات، لان حاليا معظم الشركات ما بتشتغلش بالجافا سكريبت الفانيلا، بتشتغل بفريم ورك. طبعا لاسباب كتيره منها ان الفريم ورك بيسرع وقت الديفلوبمنت بطريقه كبيره، وثانيا بيخلينا نستخدم مثلا زي ريجبل كومبوننتس. مثلا بنعمل الكومبوننت مره واحده بنستخدمه اكتر من مره في الصفحه وهكذا، بالذات خاصه لو مشروع كبير قوي. لو احنا عملنا بجافا سكريبت اللي هو الفانيلا بنلاقي ان الصفح كبرت وبسهوله جدا ممكن نعمل خطا او حاجه، لكن الفريم وركس بيقدر يخلي الكود بتاعنا مودولار وبنقدر نقسم الكود بتاعنا بطريقه كويسه وسهله ان احنا نعدل عليها بعدين. طبعا من اشهر 3 جافا سكريبت فريم وركس موجودين هم الرياكت والفيو والانجولار. طبعا رياكت بيتميز انه سريع وبان هو عموما لايبراري مش فريم ورك، فيعتبر خفيف جدا. وطبعا معمول من الفيسبوك فبالتالي عنده كوميونتي كبيره جدا. فيو سهل جدا للتعلم. طبعا الكوميونتي بتاعته ابتدت تكبر، هي الاول كانت قليله. وطبعا انا بقول الكوميونتي تكون مهمه ليه؟ الكوميونتي بتكون مهمه لان انت لما بيقابلك مشكله ولا حاجه اول حاجه بتعملها انك تخش على النت تشوف ايه حل المشكله دي. فبالتالي الكوميونتي مهمه جدا وانت بتتعلم. انجلر برضو فريم ورك كويس، لكن هو يتطلب ان انت تكون عارف تايب سكريبت، فبالتالي بيكون صعب في البدايه. تايب سكريبت هي لغه شبه معتمده على جافا سكريبت بس هي لغه تايبد، اللي هو محتاج ان انت تكون عارف يعني ايه التايب، يعني لازم تكون عارف يعني سترينج، نمبر، بوليان، اوبجكت اري، الحاجات دي كلها لازم تكون عارفها عشان خاطر تبدا تستخدم الانجلر. فطبعا انا رايي اللي هو تخليك في رياكت، لان رياكت زي ما انا قلت في الاول عنده كوميونتي كبيره وفي سبورت كبير، وحتى حاليا في تحديثات كتيره، ورياكت 19 كمان خرج الفيرجن الجديد. فبالتالي انا افضل اكون في حاجه ابديتد وعندها كوميونتي كبيره، عشان خاطر لو انا في حاجه ما فهمتهاش او في حاجه واقعه مني او في بج معين عندي مخليني مش عارف اعمل حاجه،
بخش ببحث على النت، فبالتالي الكوميونتي ساعتها بتفيدني وبعرف منهم الاجابات. دلوقتي هنتكلم على الميتا فريموركس. طبعا الميتا فريموركس هم يعتبر اللارج سكيل بروجكتس، يعني هم فريموركس معمولين لو انت هتعمل موقع انتربرايز لارج سكيل، موقع كبير، فبالتالي بتستخدم واحده من الاثنين عشان خاطر تعمل لك تديك الفيتشرز اللي مش موجودين في الفريم ورك العادي، زي مثلا انك تعمل سيرفر سايد ريندرنج. الحاجات دي كلها لازم تستخدم فريم ورك من الثلاثه دول. حتى رياكت بتنصح انك تستخدم نيكست جي اس كفريم ورك يكون فوق الرياكت نفسه، لان عموما نيكست اذا كان نيكست او ريمكس الاثنين مبنيين على رياكت، فطبعا رياكت نفسها بتنصح انك تستخدم نيكست جي اس عشان خاطر تكون زي رابر ليه او زي فريم ورك فاي. وانت بعد كده طبعا في الكتابه او السينتكس والحاجات دي كلها بتستخدم جي اس اكس، بتستخدم الكومبوننت الموجودين في رياكت. استرو مختلف شويه عن نيكست وريمكس. استرو هو عباره عن فريم ورك تقدر تكتب فيه اكتر من، ممكن تكتب فيه كومبوننت معمول برياكت، ممكن تعمل فيه كومبوننت مكتوب بفيو، ممكن تعمل كومبوننت مكتوب بانجولار. يعني هو فريم ورك تقدر تكتب فيه بالطريقه اللي انت عايزه. طبعا استرو حديث شويه، ممكن يستخدم اكتر من الشركات اللي هي فيها اكتر من شخص خبير في فريم ورك معين. يعني مثال بسيط، لو انا شغال مثلا في الشركه دي فيها ناس يعرفوا رياكت، ناس يعرفوا فيو، ناس يعرفوا انجولار، ناس يعرفوا جافا سكريبت فانيلا، ساعتها انا اقول لو انا عايز اعمل مثلا برودكت في كل الفريم وركس دول، ساعتها استخدم استرو. غير كده طبعا استخدم حاجه مثلا لو انا مثلا عارف ان الاشخاص دول مثلا عارفين رياكت كويس او حاجه، طبعا استخدم يا اما ريمكس يا اما نيكست جي اس. طبعا انا افضل ان استخدم نيكست جي اس، لان نيكست جي اس فيه كل الفيتشرز اللي انا محتاجها، وكمان تبقى هو الحاجه اللي الرياكت بينصح بيها، وكمان هو اللي انا عندي خبره فيه. اخر حاجه طبعا حابب اتكلم عنها في الرود ماب هي الاي اي. طبعا الاي اي احنا في سنه 2024 داخلين على سنه 2025، فبالتالي الاي اي مهمه جدا، مهمه جدا كمان لينا كديفلوبرز، لان احنا لازم نكون نعرف نستخدمها، لان فعلا استخدام الاي اي ممكن فعلا يوفر عليك وقت كبير، مجهود كبير. طبعا استخدام الاي اي انا من رايي ما انصحوش كبدايه، يعني ما انصحش ان اي حد لسه بادئ في القسم ان هو او في الفرونت اند ان هو يخش اي حاجه تقف معاه يخش يشوف يكلم الاي اي والاي اي يحل له المشكله. لا، انا رايي ان انت تحاول اول تحلها انت بنفسك، وممكن مثلا بعد كده تستخدم الاي اي ان هو يساعدك، ان هو يقول لك اذا كان حلك كان هو احسن حل او في حل تاني احسن منه، او طرق تانية مختلفه انت بتتعلمها منه. فبالتالي الاي اي خليه لملعبك، يعني خليه لمصلحتك. بلاش تحس ان الاي اي عدوك، لان الاي اي مش عدوك. الاي اي خليه ان هو يساعدك، خليه ان هو يحسن الكواليتي بتاعت الكود بتاعك، خليه ان هو يسرع شغلك، خليه ان هو يعلمك بشكل اسرع. طبعا احنا هنا هنتكلم في الفرونت اند، يعني الاي اي طبعا برضو عموما الحاجات اللي احنا هنقولها دي برضو تنفع في الباك اند. طبعا انا حددت اكتر 4 ادوات مستخدمين من الديفلوبرز، او على الاقل الاشخاص اللي نعرفها او انا نفسي. في الجيت هاب كوبايلوت، ده يعتبر كود اسيستنت. يعني ايه كود اسيستنت؟ يعني ممكن تكلمه حتى عن طريق البيس كود، ممكن تنزل اكستنشن تقدر تتواصل معاه، هو بيكون عنده خلفيه بالكود اللي بتكتبه، يقدر يساعدك في الكود، يقدر يخليك يقدر يعرض عليك الكود اللي انت شبه كنت هتكتبه، او يساعدك في الافكار، او ممكن تديله لوجيك مثلا معقد، او مثلا لوجيك انت كسل انك تعمله، انت بتعرف تعمله بس كسل تعمله، ممكن تديله الكلام هو يكتب لك هو الكود. نفس الكلام اللي بيعمله جيت هاب كوبايلوت ممكن يعمله برضه كوديوم اي اي. طبعا كوديوم اعتقد هو اللي تستخدمه انت اكتر، لان هو كوديوم هو يعتبر هو فري. جيت هاب كوبايلوت اعتقد بفلوس، مفيهوش منه فري، حوالي $20 شهريا، فبالتالي خليك في كوديوم اي اي هو فري. طبعا تالت حاجه هو شات جي بي تي. كلنا خلاص عرفنا ايه هو شات جي بي تي، عرفنا ان هو شات بوت تقدر تكلمه تقدر تتواصل معاه في كل حاجه، طبعا مش بس في البرمجه. جيت هاب كوبايلوت كوديوم اي اي دول اعتبر متدربين على البرمجه، فبالتالي ردودهم ممكن تكون طريقتها احسن بكتير من شات جي بي تي العادي، لان هم متدربين على البرمجه اكتر. لكن طبعا شات جي بي تي كويس، تقدر تتواصل معاه عادي. واخيرا في كورسر اي اي، هو عباره عن اي دي اي بالظبط زي فيجوال ستوديو كود. هو على ما اظن هو مبني على فيجوال ستوديو كود، بتخش حتى بتلاقي فيه نفس الاكستنشنز اللي هم عندك في البي اس كود، وبيبقى ميزته ان هو وانت بتكتب الكود هو برضو
بيختصر عليك الكود، بيعرض عليك الكود اللي شكله احلى. وكمان لو انت وقفت في حاجه ممكن تكتب له بالظبط في الشات كانه بالظبط زي كوديوم ولا حاجه، وهو بيساعدك وبيديك الكود اللي ناقص. كورس الاي اي اعتقد فيه جزء فري، بس اعتقد بعد كام مره من ما انت بتساله او بعد كام مره من بعد ما هو بيساعدك الفري بينتهي وبتضطر تدفع بفلوس. فطبعا اللي انا بنصح بيه حاليا للي مش عايز يدفع فلوس هو شات جي بي تي العادي يا اما كوديوم اي اي، وده فعلا بيوفر وقت كبير. اخر حاجه حابب اتكلم عنها، ودي اعتبر اهم حاجه او من اهم السكيلز اللي انت لازم تكون عندك لو انت اخترت تكون ديفلوبر. اول حاجه هي انك تكون عندك ثبات، بمعنى ان انت تكون تحدد لنفسك مذاكره كل يوم. مثال بسيط ان انت تذاكر ساعة ساعتين في اليوم. بلاش ان احنا نقول انا هذاكر 8 ساعات ففي الاخر في اليوم ده تذاكر 8 ساعات وبعد كده ما تذاكرش تاني. بالعكس، انا عايزك تقوم من على المذاكره وانت لسه عايز تكمل، علشان خاطر لما تيجي تقعد تذاكر بكره تكون عندك فضول انك تعرف اكتر واكتر، وانك تعمل حاجه بكره تبني اكتر، بكره تحسن منها وهكذا. فاهم حاجه عندي انك تكون عندك ثبات، وانك تكون عايز تكمل تعمل حاجه كل يوم بطريقه شبه روتينيه. تاني حاجه هو المذاكره المستمره. خليك عارف ان انت لو دخلت في القسم ده انت اخترت قسم يعتبر كل يوم بينزل فيه حاجه جديده، فلازم انت كمان تجري ورا الحاجات دي، لانك انت لو وقفت فتره بتلاقي ان فعلا الحاجات كلها اتغيرت ونزل ابديتس ونزل فريم وركس جداد وكل حاجه جديده. فبالتالي يفضل ان انت تذاكر كتير وتكون مهتم بالفريم وركس والحاجات الحديثه اللي بتنزل، لان فعلا ممكن تساعدك بكتير انها توفر لك وقتك وانها تخلي شغلك موجود بشكل افضل. وبكده نكون خلصنا الرود ماب. طبعا لو في اخطاء اعذروني، دي اول مره اخرج بيها بفيديو، فبالتالي لسه ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اطلع بفيديو واشرح كل حاجه بنفسي. ان شاء الله اكون فدتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان خاطر هنزل فيها كل حاجه هنشرحها ان شاء الله في الفتره الجايه دي. وشكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.